السلام عليكم، أنا ياسمين الجزائرية، وسوف أواصل معكم سلسلة الكتب المدرسية المغربية القديمة. كتاب اليوم درس به ناصر بوريطة مادة التاريخ عندما كان في المرحلة الإعدادية. صدر عام 1987 وكان مخصصا للسنة الثانية إعدادي اللي هو الثانية متوسط في الجزائر. دعونا نبحث في كتاب بوريطة الذي درس به التاريخ. في أي دولة من الدول التي قامت على أرض المغرب الأقصى كانت الصحراء الغربية تاريخيا ضمن حدوده؟ نبدأ بدولة الأدارسة. وحسب خريطة النفوذ السياسي فإن الأدارسة لم يتعدى حكمهم السوس الأقصى ولم يحكموا السجل الماسة. ولمزيد من المصداقية، هذا كتاب مدرسي مغربي آخر صدر عام 1997 يؤكد بأن الأدارسة لم يتعدى حكمهم السوس الأقصى. لم نجد الصحراء الغربية عند الأدارسة، دعونا نبحث عنها عند بداية حكم المرابطين. في الصفحة 81 نقرأ: كانت الحالة السياسية في المغرب الأقصى عند ظهور المرابطين مقسمة إلى مجموعة من الإمارات: إمارة بغرواتة بتمسنا، إمارة أغمات المغروية، إمارة فاس المغروية، إمارة سجل ماسا المغروية، وإمارة سلا اليفرانية. وطبعا مسيو بوغيتا إلى هنا لا أثر للصحراء الغربية ولا علاقة لكم بدولة المرابطين، لأن مؤسسها هو الموريتاني يوسف بن تشافين الذي بنى لكم مدينة مراكش عام 1062 ميلادي واتخذها عاصمة لدولته، ولا أحد يزايد على ذلك. فالدولة الفاطمية مثلا تأسست في مصر واتخذت مدينة المهدية في تونس عاصمة لها. لم نجد الصحراء الغربية عند الأدارسة ولا عند بداية حكم المرابطين، دعونا نبحث عنها عند الدولة الموحدية. في الصفحة رقم 89 نقرأ الآتي: فأخذ عبد المؤمن، وهو ولدنا ابن الجزائر، قلت أخذ في محاصرة المرابطين اقتصاديا وعسكريا حتى قضى على دولتهم وبدأ حصاره باحتلال السوس ودرعا، ثم بسط سلطة الموحدين شمال الأطلس الكبير إلى نهاية الفقرة، واحتلوا شمال الربيع. يعني بالمختصر المفيد أيضا في حكم الموحدين لا علاقة للمغرب الأقصى بالصحراء الغربية التي هي جغرافيا بعيدة جدا عن مناطق نفوذهم. هل كانت مسيو بوغيتا الصحراء الغربية تاريخيا تابعة لكم في عهد المارينيين؟ لنرى. في الصفحة 102 نقرأ الآتي: ولما تولى أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق لم يتجاوز نفوذ بني مارين الربيع، فصرف همه لتوحيد مجموع المغرب. موعدنا في الجزء الثاني لمواصلة رحلة البحث عن الصحراء الغربية في الدول التي تلت حكم المارينيين.